مصر ترفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية. تونس تقرر حظرا شاملا لمدة 4 أيام وتعلق الدراسة للحد من كورونا. وصول كأس العالم لكرة اليد إلى القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الخبر الجديد. وصل إلى القاهرة منذ قليل نسخة كأس العالم لكرة اليد برفقة منتخب الدنمارك الحاصل على لقب النسخة الأخيرة من المونديال. وأشار خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 على الاستعدادات خاصة التي استقبلت بها الأجهزة المعنية كأس العالم بصحبة المنتخب الدنماركي بطل العالم. وسيتم اصطحاب الكأس إلى مكان آمن حتى تظهر في المباراة النهائية وتسلم للبطل الجديد. وقال نائب مدير البطولة إن نسخة كأس العالم لكرة اليد تتخطى قيمتها نصف مليون يورو وهي مطلية بالذهب. وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا للمونديال برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة. ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسني لإنشاد الأغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذي تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر. وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 إقامة مباريات منتخب مصر في 7 مساء بدءا من يوم 13 يناير الجاري على صالة استاد القاهرة الدولي. ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلي ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة. وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسني بأغنية للبطولة. ونواصل في هذا الفيديو أيضا. تونس تقرر حظرا شاملا لمدة 4 أيام وتعلق الدراسة للحد من كورونا. أعلنت تونس فرض الحظر الشامل لمدة 4 أيام بدءا من الخميس للحد من كورونا وتعليق الدراسة حتى 24 من هذا الشهر، وذلك نقلا عما نشرته قناة العربية. وكانت تونس قد سجلت أمس الاثنين حصيلة قياسية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم رصد 3074 حالة. وأفادت وزارة الصحة التونسية بارتفاع العدد العام للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات 24 الماضية بواقع 3074 حالة مقابل 1762 في بيانات الأحد، ليصل إلى مستوى 162350 حالة. ذكرت الوزارة أنها رصدت 69 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 62 في إحصائية الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تونس إلى 5284 حالة وفاة. وفي هذا الفيديو أيضا مصر ترفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية. أعلنت وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية في عبور الأجواء المصرية، ويسمح رفع الحظر الجوي باستئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين القاهرة والدوحة. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية توقيع مصر على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية في افتتاح القمة الخليجية 41 والتي تجري فعاليتها في المملكة العربية السعودية. وأكدت مصر في بيان صادر لها عن وزارة الخارجية أنها تقدر كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباع العربي، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية. وغادر وزير الخارجية سامح شكر المملكة العربية السعودية عائدا إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع على بيان العلا الخاص بالمصالحات العربية. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.